وصفة النهاردة البيتزا هنعملها بعجينة مميزة وطريقة سهلة جدا وأحسن من اللي بنشتريها من برا. مقادير العجينة: هنحتاج 4 كوبايات دقيق، معلقة كبيرة لبن بودرة، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة زعتر، كيس خميرة فورية، معلقتين كبار زيت زيتون، ممكن نستعمل زيت عادي، وملح حسب الرغبة، ومية دافية للعجن. دي أول حاجة ننشط الخميرة: كوباية مية دافية، معلقة صغيرة سكر، وعليها الخميرة. هنقلبها كويس ونغطيها على جنب 5 دقايق عقبال ما نحضر العجين. هنضيف البهارات للدقيق وزيت الزيتون والملح حسب الرغبة ونقلبها كويس. بعد كده هضيف الخميرة بعد ما الخميرة تبقى بالشكل ده واقلبها كويس. انا قلعت الجوانتي عشان مكنتش عارفة اتحكم في العجن. وبعد كده اعجن بالمية الدافية، احتاجت معايا كوباية وربع مية دافية، وعشان العجينة تظبط متبقاش ملزقة ضفت معلقتين دقيق زيادة. طبعا احنا هنضيف المية تدريجيا مش دفعة واحدة، وعلى حسب نوع الدقيق، في نوع دقيق ممكن يحتاج معايا مية اكتر او مية اقل. اخدت معايا في العجن حوالي 10 دقايق عقبال ما وصلت العجينة بقت كده وتبقى جاهزة، وهنسيبها ان هي تخمر. كده العجينة بقت جاهزة معانا. هننقلها لطبق تاني مدهون بزيت زيتون او زيت عادي، نحط فيه العجينة وندهنها بزيت الزيتون، نغطيه بورق استرتش او كيسة ونلفها بفوطة ونسيبها في مكان دافي تخمر لمدة ساعة. بالنسبة للبصل اللي هنستعمله للحشو، انا بحب اشوحه قبل ما احطه على البيتزا عشان ما ينشفش في الفرن. هجيب بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة واشوحها مع معلقة كبيرة زيت على نار هادية. اول ما البصلة تبدأ تدبل هشيلها من على النار. نفس الطاسة اللي شوحت فيها البصل هعمل فيها صلصة الطماطم. هجيب 2 طماطم مقطعة مكعبات صغيرة واشوحها واحط عليها كيس صلصة طماطم واقلبها كويس. هضيف فنجان قهوة صغير مية واقلبها. بالنسبة للبهارات اللي هستعملها، هتبقى المقادير كلها نص معلقة صغيرة زعتر، بابريكا، فلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، وملح حسب الرغبة. هقلبها. اول ما تبدأ تتسبك هضيف فنجان مية صغير واقلبها كويس واسيبها تتسبك على نار هادية. بعد ساعة عجينة البيتزا بقت جاهزة. هنقلها الرخامة او بورد يكون مرشوش دقيق وعجنها 5 دقايق. انا قسمتها ل3 كور، وبرضو على حسب حجم الصينية هي عملت معايا واحدة متوسطة وواحدة كبيرة وواحدة صغيرة. هبدأ افرد اول عجينة وهغطي التانيين بفوطة، وافردها الاول بايدي، بعدين هفردها بالنشابة، او لو ما عندكيش نشابة ممكن تستعملي كوباية. وبعد كده هنقلها للصينية واكمل بقية فردها في الصينية عشان تبقى على حسب حجمها. لو حسيتي ان العجينة بترجع معاكي في الصينية، تبللي اطرافك بالزيت وتفرديها. بعد كده هعملها بالشوكة عشان تحافظ على سمك العجينة. انا بحب يكون سمكها رفيع، طبعا كل واحد على حسب ما بيفضل البيتزا بتاعته بتبقى عاملة ازاي. هنكرر نفس اللي عملناه مع بقية العجينة. بعد كده ننقل للحشو. اول توبنج هعمله مشكل الجبن. هضيف الصلصة وافردها، بعدين البصل والمشروم، واضيف الجبنة. استعملت ريكفورد وشيدر ورومي وموتزاريلا. مكانش عندي فلفل او زيتون فاكتفيت بالبصل والمشروم للبيتزا. كده اول بيتزا بقت جاهزة معانا. التوبنج التاني هيبقى لحمة مفرومة. هضيف الصلصة اول حاجة وافردها، بعدين اللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا والمشروم. تالت بيتزا عبارة عن لحمة مفرومة وميكس جبن. هحط أول حاجة الصلصة، وبعدين البصل والمشروم واللحمة المفرومة وميكس الجبن. بعد كده هحطها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200
لمدة نص ساعة، والبيتزا كده هتبقى جاهزة معانا. البيتزا كده بقت جاهزة معايا، الصينية التالتة لسه في الفرن. هنقطعها ونقدمها مع صوص الكاتشب أو المايونيز أو أي صوص انت تفضليه. العجينة هشة جدا وطرية، ووصفة سهلة. هكتب لكم المقادير تاني في صندوق الوصف.